بقولك إيه، تخيلي كده ممكن يبقى عندك مشروع كامل من موبايلك بس، وتعملي منتج يتيم واحد كده يتباع 1000 مرة ويمكن أكتر. إيه ده؟ إزاي يعني؟ من الموبايل ومنتج واحد يتباع كل ده؟ ده إيه ده بالضبط؟ مش فاهمة. هو ده بقى الحوار. اسمها يا ستي منتجات رقمية، وركزي معايا في أبسط نوع، اللي هو الكتب الإلكترونية الصغيرة دي. كُتب إلكترونية؟ زي اللي بنشوفها على أمازون وكده؟ بالظبط، بس مش لازم رواية يعني. ممكن كتيب ألغاز للأطفال مثلا، أو بلانر للمشاعر تساعد الناس تنظم نفسها، أو ملف فيه نصايح عن تطوير الذات، فهو حاجات بسيطة ومفيدة. فهمت قصدك، حاجات مركزة ومحددة يعني. أيوه. والحلاوة بقى إنِّك بتصممي الحاجة دي مرة واحدة بس، وبعدين تتباع وتتباع وتتباع، لا محتاجة بقى تعملي نسخ ولا تجيبي بضاعة ولا أي حاجة من دي. فكرة حلوة بصراحة. بس الموضوع شكله صعب، يعني أكيد محتاج خبرة في الكتابة بقى وتصميم وحاجات كده، أنا ما ليش في الحاجات دي أوي. لأ، ما هو ده الكلام بقى. زمان ممكن، دلوقتي لأ. في أدوات ذكية، يعني تحديدًا الذكاء الاصطناعي، بقى زي المساعد الشخصي بتاعِك بالضبط. ذكاء اصطناعي؟ هيساعد إزاي ده في كتاب والّا كُتيب؟ بُصّي، هو ممكن يساعد في كل خطوة تقريبًا. أول حاجة يساعدِك تلاقي فكرة المنتج أصلًا، يعني يشوف إيه المواضيع اللي الناس بتدوّر عليها كتير اليومين دول. إزاي يعني هو بيعرف لوحده؟ يعني في طرق، ممكن يشوف إيه اللي ماشي ترند على جوجل، أو إيه أكتر كتب بتتباع على أمازون كاندل مثلا، في مجالات زي تطوير الذات، الطبخ، قصص الأطفال، البيزنس وكده. يعني بدل ما أخمّن هو يدّيني أفكار ماشية فعلًا، دي حلوة. بالظبط. وبعدين ممكن يساعدك في المحتوى نفسه، يعمل لك مثلا فهرس مبدئي، أو حتى يكتب لك مسودة للفصول الأولانية. بجد؟ يكتب هو؟ آه، بس استني، هنا بقى نقطة مهمة جدا. ما ينفعش تاخدي اللي بيكتبه كده زي ما هو وخلاص. لازم تراجعي وتعدلي وتضيفي لمستك وخبرتك انت. فاهمة قصدي؟ عشان الحاجة يبقى ليها قيمة فعلا، وما تبقاش أي كلام. دي. لا خالص. في أدوات زي كانفا، أكيد سمعتي عنه. كانفا أيوه باستخدمه ساعات. تمام. ده من الموبايل تقدري تعملي بيه غلاف شكله حلو جدا وقوالب جاهزة كمان. وحتى الصور، بالذات لو كتاب أطفال، في أدوات ذكاء اصطناعي تانية بتعملك صور مخصوص للكتاب بتاعك ببلاش. الله! يعني كل ده ممكن أعمله من الموبايل بتاعي؟ كله من الموبايل، من أول الفكرة لحد المنتج النهائي. كلام جميل أوي بصراحة. طيب عملت الكتاب والدنيا تمام، أبيعه فين بقى وإزاي؟ هو ده السؤال. دي خطوة سهلة برضو. في منصات عالمية ومشهورة جدا أي حد ممكن يستخدمها. أشهر واحدة طبعا أمازون KDP. أمازون ده بيوصل للعالم كله. بالظبط. وفي كمان منصة اسمها جمرود، دي ظريفة قوي، بتديكي تحكم أكتر في صفحة المنتج. وطبعا جوجل بلاي بوكس. الموضوع بسيط، بترفعي الملف بتاعك، غالبا بيبقى PDF، تكتبي وصف حلو كده يشجع الناس، وتحطي سعر. طب والسعر ده أحطه كام يعني، في أي نصيحة؟ هو غالبا كمبتدئة يعني، ممكن تبدأي بسعر بسيط، يعني بين $3 مثلا و10 دولار، حاجة كده، عشان تشجعي الناس تشتري وتجربي الأول. معقول كبداية. والميزة الكبيرة قوي بقى، اللي بيسموها في الدخل السلبي، إنك بمجرد ما الكتاب اترفع، كل ما حد يشتريه الفلوس بتوصلك من غير ما تعملي أي حاجة زيادة. يعني شغل مرة واحدة، وفلوس ممكن تفضل تيجي. يا سلام! هي دي أحسن حاجة، دخل سلبي ده حلم ناس كتير. فعلا. وبيقولوا يعني إن في ناس قدرت تحقق مبيعات جامدة جدا. سمعت عن حد عدى $50,000 من كتاب واحد بسيط. بس طبعا دي مش القاعدة يعني، أكيد الموضوع محتاج شغل واختيار فكرة كويسة وجودة. أكيد طبعًا، $50,000 دي حالة استثنائية أكيد، بس بتدّي أمل إن الموضوع ممكن يكبر، يعني الصورة كده وضحت أوي. أيوة. الفكرة كلها إن الباب ده بقى مفتوح لأي حد فعلا. أي ست أو بنت قاعدة في البيت معاها موبايلها، ممكن تبدأ مشروعها الخاص ده. طيب لو حد عايز يعرف بقى الخطوات بالضبط، يعني التفاصيل بقى والتطبيق العملي. هو في مصادر بتشرح ده بالتفصيل خطوة بخطوة. يعني مثلا في كورس اسمه كنزك الرقمي، ده معمول مخصوص عشان يوري إزاي تعملي كل ده، من أول ما تلاقي الفكرة الصح لحد التصميم من الموبايل والبيع والتسويق. بيسهل الموضوع قوي. كنزك الرقمي، كويس إن في حاجة متخصصة كده. بالظبط. يعني الخلاصة إن الموضوع ممكن وسهل يتنفذ. بس عارفة إيه أكتر فكرة بتفضل في دماغي بعد كل الكلام ده؟ إيه هي؟ إن الوقت اللي كلنا بنقضيه على الموبايل ده ممكن فعلا يتحول لمشروع بجد. مشروع ممكن يجيب فلوس. مش دي حاجة تخلي الواحد يفكر